اكتر الحاجات اللي خلصتها الشهر ده وعايزه اقول لكم رايي فيها. نغمض ونشوف هيطلع لنا ايه. اوكي، اول حاجه الهير ميلك ده من باليا يا جماعه. البتاع ده كان حلو قوي، وعلى فكره ده اللي انا حاطاه النهارده، تحفه جميل جدا مع شعري اللي هو يعتبر كيرلي قوي وحلو جدا، بس كنت بضطر احط منه كتير قوي وانا تقريبا خلصته يعني في فتره مثلا شهر شهرين، فاي ثينك يعني او شهر ونص، والله فاكره كنت جايباه امتى. بس يا جماعه انا عجبني جدا من غير سيليكون، وريحته كانت خطيره. كوكونات اويل وبالبابايا بجد تحفه، ريحته خطيره، سعره كان حلو جدا، حبيته جدا جدا جدا. بس عايزه اجرب حاجه جديده، يعني انا ممكن اجيبه تاني لانه حبيته، بس انا عايزه اجرب حاجه جديده لان شعري ستيل انا حاسه ان هو حلو وكل حاجه، بس حاسه it can be better، فعايزه اجيب حاجه جديده واستثمر كده في حاجه غاليه. فقولوا لي في الكومنتس بتحبوا اجيب ايه. تاني حاجه انا خلصتها يا جماعه، انا عايزه اقول لكم انا باكل حمامات الكريم، يعني مش قادره اقول لكم بتخلص، يعني ده بيخلص معايا مثلا في مرتين حرفيا. البتاع ده حلو جدا، ريحته خطيره. انا كان شعري ناشف جدا الفتره اللي فاتت، فقلت اجيب له حاجه تغذيه شويه عشان النشفان بتاعه يروح يعني. فجبت البتاع ده من باليا، بجد فظيع، بالافوكادو اويل وبالمانجو باتر، وريحته مفيش احسن من كده. سعره برضو كان جميل بس بيخلص بسرعه قوي، مش عارفه ليه. تالت حاجه انا خلصتها وهو الكونديشنر ده برضو من باليا يا جماعه، بالكوكونات اويل وبالهيبسكس اكستراكت اللي هو تقريبا الكركديه، وبالكوكونات ميلك which is فظيع فظيع يا جماعه. ده اللي انا مستخدماه على شعري النهارده، برضو تحفه جدا يا جماعه، بيرطب الشعر بشكل فظيع. برضو بفكر اجيبه تاني، بس بفكر استخدم برضو حاجه تانية تكون اغلى شويه، مش عارفه يعني، عايزه استثمر في حاجات اغلى للشعر، يمكن شعري يتحسن اكتر لانه حاساه شويه ناشف ومقصف من الاطراف، فنجرب. بس ده انا خلصته، ريحته حلوه قوي، بس ريحه الكوكونات ميلك التاني احلى بكتير، فما حبيتش ريحته، مش ريحته هي اللي شدتني، بس بيرطب حلو قوي. كام مره انا خلصت البتاع ده يا جماعه، ده حمام كريم اخف شويه من التاني وارخص بكتير منه، بالكوكونات وبالبابايا، نفس بتاع الهير ميلك، فظيع. ده بقى ريحته حلوه جدا، بس ده انا ممكن اخلص دي كلها في مره مثلا، او ممكن اخلصها في مره في مرتين، يعني دي ممكن بالكتير قوي بتقعد معايا مرتين حرفيا، لانه خفيف قوي، فبضطر احط منه كتير جدا على شعري عشان اقدر ان انا احس بترطيب. بس في المجمل هو سعره رخيص وحلو جدا يا جماعه. البتاع ده مش حلو خالص، اوكي؟ ده مقشر للجسم بعنك زيت اللوز وبال اللي هو دي اللي هي اوكي الكريز، ما عجبنيش. اوكي ليه؟ لان المقشر ده مقشر ملحي. اوكي، مقشر الملحي ايه المشكله فيه؟ المشكله فيه يا جماعه ان هو بيحرق الجسم. يعني انت لو عندك حبايه في جسمك وحطيتي عليها المقشر ده وبداتي تقشري، هتحسي ان جسمك بيحرقك جدا. جسمي كان بعده الحبوب اللي فيه بتحمر قوي بشكل فظيع، ولما كنت بحطه مثلا على الاماكن الحساسه وكده كنت بحس ان هو بيحرقني، فاهمين؟ فما عجبنيش خالص. انا خلصته بس عشان خاطر الفلوس اللي انا دفعتها فيه، اوكي؟ بس شوفوا ده شكله مثلا من جوه ما عجبنيش خالص خالص. بفكر اجيب حاجه تانية تكون كريميه اكتر، فمش عارفه، اكتبوا لي في الكومنتس ايه المقشر اللي ممكن اجربه. ده ما عجبنيش خالص، ما تجيبوهوش يا جماعه، ما تجيبوش اي مقشر ملحي اصلا. احلى كريم ايدين انا جربته في حياتي، يعني انتم مش عارفين انا واكلاه حرفيا، يعني تعرفوا انا خلصت الحاجه وحبيتها ازاي. انا واكلاه ووتر بروتكت كريم. ده كريم بيسد اون ووتر، تمام؟ فبيحبس الميه بين الجلد وبيخلي الجلد مترطب اكتر. عجبني جدا، بس بفكر برضو اجرب حاجه جديده فقولوا لي في الكومنتس تحبوا اجرب ايه المره الجايه. مش عارفه كام مره انا اتكلمت على البتاع ده ان انا بحبه، واخيرا خلص يا جماعه. البتاع ده قعد معايا فتره طويله جدا، ممكن نقول 5 شهور مثلا، وانا بستحمى حرفيا كل يوم. ليه بقى؟ لان هو تقيل قوي، يعني حبه منه صغيرين بيملوا وبيعمل رواغي كتير قوي في الليفه. رواغي ولا رغاوي رغاوي كتير قوي في الليفه، فكنت بحتاج منه حبه صغيرين قوي عشان خاطر يعمل رغاوي كتير ويرطب جسمي وينضفه يعني. ده كان بالبيبرمنت وبالاكليبتس، وكان بجد بستخدمه بحس بعده ان انا ريلاكسد. هو انتي اصلا انتي ستريس جل، كنت جايباه مع اللوشن بتاعه وكل حاجه، ولكن اللوشن خلص من زمان طبعا.
ده اللي بقى، مع ان الشاور جل دايما بيخلص الاول، بس زي ما قلت لكم ده تقيل جدا، الكونسيستنسي بتاعته تقيله قوي، فقعد معايا فتره حلوه جدا وحبيته جدا جدا. بس برضو عايزه اجرب حاجه جديده فلو عندكم اقتراحات قولوا لي في الكومنتس. لكم هنت ان اللوشن بتاعه خلص، فانا جبت لوشن جديد يا جماعه من نيفيا، واولموست خلاص، هو باقي فيه حبه صغيرين بس خلاص خلص. ده ريحته مش قويه خالص، يعني ريحته ورد بسيط قوي. الكونسيستنسي بتاعته كانت شايفين مش تقيل ومش خفيف، يعني لو تقيل مش هيتحرك في ايدي زي كده، ولو خفيف هتلاقوه بيجري. بس هو شايفين مش تقيل ومش خفيف، بيرطب حلو جدا، عجبني قوي. ساعات كنت بستخدمه لايدي لما كريم الايدين خلص عادي جدا، بس كان فظيع يا جماعه. هو بيرطب حلو، بيقعد ممكن ترطيب 48 ساعه حاجه كده، بس حلو قوي. يعني انت بعد الشيفنج لو انت مثلا عايزه تحطي برفيوم على جسمك، مش عايزه البادي لوشن يكون مغطي على البرفيوم، تحفه، هيبقى تحفه معاكي. وسعره برده كان لطيف جدا. نرجع لحاجات الشعر. البتاع ده انا حبيته قوي، تقيل جدا بس كان بينيم شعري موت. و لا يعني هجرب حاجه تاني بعديه، بس كان حلو، عجبني قوي فور ذا تايم، وبيقعد كتير قوي يا جماعه لان هو تقيل جدا، فحبه صغيرين منه كان بيعمل شعري كله. بس هجرب حاجه جديده طبعا، وعجبني جدا. نيجي بقى بالحاجات الميك اب اللي انا خلصتها. اول حاجه 2 ماسكارز، والماسكارا اكتر حاجه انا بخلصها. دي يا جماعه ماسكارا من دي ام، ودي احلى ماسكارا ممكن تجيبوها من دي ام، كل حاجه اتمسحت عليها، بعشقها. قعدت معايا بتاع سنه، فظيعه. دلوقتي مش بتعمل اي حاجه، وحاولت احط فيها اللي هو الاي دروب، بس ما نفعش وما كانتش اي حاجه. دي حلوه جدا، فظيعه. بصوا البراش بتاعتها تحفه يا جماعه، من دي ام، كان سعرها رخيص جدا. اسمها فول سلاشز، بس فظيعه، عجبتني جدا. بتكيرل رموش وبتجيبها على الجنب كده، كانت حلوه قوي. بس طبعا انا بحب حاجات جديده، دايما اجرب حاجات جديده، فجبت واحده جديده هبقول لكم عليها برده حلوه. بس دي عجبتني قوي، لو لقيتوها لازم تجربوها يا جماعه. اسمها فول سلاشز من دي ام، فظيعه. الماسكارا اللي انا بستخدمها من وانا مثلا في الجامعه، بجد بعشقها. دي من اسنس يا جماعه، ماسكارة الحواجب، فظيعه، حلوه جدا. طلعت الستوبر بتاعتها عشان اعرف استخدمها، حبيتها قوي، فظيعه بجد، حلوه جدا. بس انا برضو جبت واحده جديده بس حبيتها قوي. النيل دروب ده من اسنس، حلو جدا، بينشف حلو الضوافر، مش بسرعه اوفر، بس حلو جدا، وهجيبه تاني، عجبني جدا. او بفكر برضو اجيب التوب كوت بتاعت اسنس، قولوا لي لو حد جربها عجبته ولا لا. الكريم بتاع الوش ده من اوردينري، عجبني جدا، مش اول مره اجيبه، ممكن اجيبه تاني، بس برضو عايزه اجرب حاجه مختلفه. بس انا بحبه جدا يا جماعه، فظيع جدا للبشره الدهنيه وتحت الميك اب، خطير. وبس كده، دي كانت كل حاجه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وشوفوا الفيديوز الجايه. باي باي.